دكتور تامر، عايز أكلم حضرتك على المناهج اللي بتدرس، إلى أي مدى هي مواكبة أو updated عشان تقدر برضو تدي للخريج عصارة فكر العالم حواليك، هو كمان يكون برضو متخرج وعلى أحدث طبعًا، خط طبعًا. يعني في مجاله، ده إذا جاز أكيد التعبير. السؤال بتاع اه حضرتك مهم جدًا. فكرة اللي هي ده التميُّز اللي جاي منه الأكاديمية، فكرة الcurriculum أو فكرة المنهج. إحنا عاملين partnership مع أقوى شركة في العالم، نمرة 1 في العالم، شركة SAS. طبعًا حضرتك فاهم كويس جدًا إن في مناهج تقليدية already إحنا اتعودنا عليها من م- زمان كتير جدًا. فإحنا already مش بس بنقدّم شهادة MBA أو DBA، إحنا بنقدّم شهادة كمان ليها علاقة بالbusiness analytics، والbusiness analytics هي أي حاجة ليها علاقة بالdigital transformation اللي إحنا شغالين فيه أو م- التحول الرقمي. فتخيل الstudents بيخش زي ما الدكتورة ياسمين أضافت، إن أنا عندي core أو عندي مواد أساسية. أنا باعتبر لحضرتك داخل م. الأكاديمية ما فيش أي نوع من أنواع الbackground أو حضرتك عندك. بتأسسه. بنأسس الناس في اه الأول في الكور، بياخد مواد أساسية ممكن يبقى ليها علاقة بالبحث الأكاديمي، ممكن يبقى ليها م- علاقة ببعض الفانكشن أو بعض الوظائف اللي حضرتك بتشتغلها مثلًا زي التسويق، زي الاستراتيجي، الحاجات دي كلها. م- وبعدين بيبقى عنده choice اللي يقدر يختار هو عايز يتخصص في إيه. بعد ما بيخلّص كل ده وهو شغال في نفس الcurriculum ونفس المنهج، م. بندّي له حاجات ليها علاقة بالbusiness analytics والحاجات ليها علاقة بالartificial intelligence أو الذكاء الاصطناعي. فتخيل هو بيطلع مش بس عنده academic content م. بيفهم منه، لأ كمان بيقدر يطبّق الكلام ده على أي حاجة ليها علاقة طبعًا بsoftware زي الERP system، الNLS، م. أي حاجة ليها علاقة أنا فاهم كده يا دكتور إن القماشة واسعة، طبعًا. وهو من خلالها يقدر يفصلها على مجاله. أنت حضرتك متخيل الأكاديمية م- بتقدّم 16 topic للstudents في الMBA، 15 topic غير طبعًا موضوع البحث. م. فطبعًا يعني المنهج بيقعد وقت طويل طيب، هو فمش المنهج تقيل ولا آه. ولا لطيف؟ لأ لطيف طبعًا، لإن ما ال أنا عايز ال أسمع ال رأي الأستاذ والخريج. طبعًا أكيد، أها. أكيد، أكيد. يعني هاقول لحضرتك على حاجة، حاجة من الحاجات اللي بتختلف الماجستير المهني إمم. هي فكرة إن إحنا ما بنشتغلش بشكل الmonologue. يعني إحنا عملنا بعد الCovid عملنا نقلة حضارية تمامًا، كنا الأوائل في السوق، إن إحنا بدأنا نقلب كل شيء يبقى أونلاين. إمم. فبقى عملنا platform للطلبة، حتى الطلبة اللي في مصر أو برّه مصر مثلًا. بس أنتم كان عندكم البنية الأساسية موجودة. طبعًا البنية آه. كانت موجودة، بس طبعًا أنت فاهم اللي أنت تنقل الناس اللي ينزل ويحضر، وعارف إمم. أنت الجيل اللي أنت إحنا الجيل بتاعنا يعني. بتغيّر عقلية. ده طبعًا. حقيقي. آه. العقلية دي ما آه. كانتش، يمكن الCovid كانت بالنسبة لنا فرصة كبيرة opportunity إحنا استفدنا منها. فعملنا الplatform خلّينا كل الexperience بقت online plus إن إحنا عندنا 24/7 خدمة طلاب إمم. تقدر سواء في مصر أو برّه مصر. فتخيل كل ده اتنقل وكل ده بقى بشكل تفاعلي. آه. يعني على الZoom مثلًا for example والناس من أي مكان بتقدر. إمم. عندنا طلاب من كل حتة في العالم، متخيل؟ طب دلوقتي حضرتك بتنافس أكيد جهات تانية، أكيد. إيه اللي بيميزك؟ اللي بيميزني يمكن موضوع الpartnership اللي إحنا عملناه آه. الأساس، اللي إحنا بندّي أكتر من شهادة مع الMBA. إمم. دي الحاجة التانية الكادر الأكاديمي. إمم. يعني إحنا بنتكلم في دكاترة أكاديميين، وفي نفس الوقت عندنا professionals، ناس already مثلًا زي الدكتورة ياسمين professional خدت جزء أكاديمي وعندها جزء علمي كمان إمم. وتطبيقي، فتقدر تساعد تعمل bridge، عارف حضرتك تقدر تنقل آه. الطلبة من النظرية إلى التطبيق. آه. فده أعتقد ودي أحيانًا اللي بيكون فيها جاب ما بين الطرفين، طبعًا، طبعًا. أحيانًا بيحصل يعني شوية كلام، طبعًا أنت بس في النهاية فاهم. لولا الأكاديمي ما كانش هيكون المهني. أكيد، لأن في أكيد. أكيد. النهاية إحنا بندين بالفضل لأساتذتنا في كل طبعًا، المجالات، أكيد، أنت أكيد. عندك بقى طبعًا. خبرة علمية وأنا عندي خبرة عملية، إحنا بنتكامل في النهاية. ده أساسي آه. اللي حضرتك آه. قُلته بالضبط، وده الهدف إن إحنا مش يعني العلاقة بيننا مش زي ما كنا متعودين زمان يعني. إمم. يعني حتى كانوا بيسموا في التعليم إن العلاقة monologue، الأستاذ بيتكلم وإحنا بنسمع. الكلام ده اختلف بقى، آه. فكرة dialogue، يعني إحنا بنتكلم. كل البرامج عندنا التقييم بييجي من طريق مشروعات. يعني حضرتك إمم. بندّي assignment أو بندّي projects للطلبة على الحياة العملية والله يا اللي هم دكتور، هي عايشينها. طلبة الدراسات العليا بيموتوا assignments أكيد. أصلًا يعني.